شرفتوني ونورتوني معاكم ياسمين. النهارده جايه بقى اكلمك على المشروبات اللي كنت بشربها، لانكم سالتوني انت كنت بتشربي ايه لما كنت بتخسي، عشان عايزين نشرب، لان المشروبات مهمه جدا لانها بتقفل الشهيه كويس جدا، وفي نفس الوقت بتديكي البروتينات وبتديكي الفيتامينات اللي انت ما بتاخدهاش في الاكل اللي كنت بتحبي اللي المفروض تاكليه. يعني انا كنت بشرب مشروبات كتير قوي، فالمشروبات الكتير قوي دي ساعدتني برضو ان شعري يبقى كويس، شكلي يبقى كويس، كل الحاجات دي. وطبعا بمناسبه شكلي، القطه بتاعتي عملت ايه، هجمت على وشي قبل التصوير، فاستحملوا شكلي بقى لاخر الفيديو. فقبل ما نبتدي الفيديو، لو انت اول مره تشوفيني اعملي لايك للفيديو واشتركي في القناه وفعلي الجرس عشان يوصلك اي فيديو جديد، واي سؤال اكتبيه تحت في الكومنت، انستجرام، فيسبوك، كمان سناب شات. يلا بينا نبتدي الفيديو على طول. اول حاجه طبعا بديهيا وهي الميه. اي حد في الدنيا بيقول لك اشربي ميه، اشربي ميه طول الوقت، لان الميه ما فيهاش سعرات حراريه وبتشبع جدا، وكمان بتساعد على الهضم اسرع بكتير جدا جدا، وبتحسسك بالشبع. لبن، انا مدمنه شاي بلبن، لازم اشرب 4-5 كوبايات. وعاده انا كنت قبل ما اعمل رجيم كنت بشرب لبن من غير سكر عادي مفيش مشكله، بس طبعا غيرت اللبن. انا كنت بشرب لبن بودره كامل الدسم، فانا غيرت اللبن، يعني بقيت اشرب لبن صويا خالي الدسم. اللي اكتشفته ان خالي الدسم او لبن الصويا فيه كميه بروتينات عاليه بتساعد على سد الشهيه، وكمان ما بتديكيش، وسعراته الحراريه مش عاليه زي اللبن كامل الدسم. انا لما كنت بجوع بالليل مفيش حاجه قدامي ممكن اشرب شاي بلبن بشبع على طول. يعني شاي بلبن حاجه مفيده، وفي نفس الوقت انت زهقتي من الميه، زهقتي من الحاجات دي، توجهي للمشروبات. والمشروبات بتساعدك جدا جدا انك تخسي. على فكره بتساعد مع الاكل، بتساعد ان فيها فيتامينات ناقصه في جسمك ممكن تاخديها منها. حاجه انا كنت بشربها عصير طماطم، كنت بجيب طماطم كتير قوي، بس الطماطم لو كلتها كنت بتضايق، ما احبش اكلها يعني، فلازم اشربها، علشان لازم اشرب طماطم كويس قوي عشان تحافظ على وشي وتحافظ على النضاره بتاعت بشرتي، وكمان ما توقعش الشعر. الطماطم بتطول الشعر، كمان بتقل، بتزود الكولاجين في بشرتك، وكمان مضاده للاكسده، ما بتغمقش البشره، وبتساعد جدا جدا انك تحسي بالشبع فتره طويله جدا جدا، وبتديكي بالاملاح المناسبه لجسمك. يعني وقت ما انت بتخسي جسمك بيبقى محتاج املاح، محتاج سكريات، محتاج حاجات كتير. كان في وقت من الاوقات الطماطم لوحدها مسكره، السكر بتاخديه طبيعي، كل الفايده بتاخديها طبيعي، كانت حلوه قوي 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 قوي، ولغايه دلوقتي هي مسكره الصراحه بس غاليه شويه، فمعلش يعني لو انت عايزه تخسي دي حاجه طبيعيه، وكمان ده خضره هتفيدك قوي قوي قوي، وكمان هتحسن من شكل بشرتك وشعرك وضوافرك ورموشك كل حاجه. ثالث حاجه طبعا الشاي الاخضر. الشاي الاخضر كلكم عارفين ان هو بيخسس، هو بيعمل على تنشيط الغده الدرقيه اكتر، فبحيث ان هي تشتغل. وطبعا طول ما انت بتشربيه على المدى البعيد بيحصل فعلا ان جسمك بيبتدي يحرق اسرع. فالشاي الاخضر مهم جدا جدا، سعراته الحراريه قليله، بيديكي الكافيين لجسمك الكويس. الكافيين ده اللي ما بيخليش عندك صداع. يا ريت يا ريت يستحسن تشربي من غير سكر لو تقدري، لان الشاي الاصلي الحلو جدا الشاي الاخضر بيبقى طعمه مر. الاصلي اللي طعمه مسكر شويه ده مش شاي اخضر خالص، انا عمري ما شفت شاي اخضر مسكر لوحده. الشاي الاخضر كويس جدا. الشاي الاخضر مضادات للاكسده، مضاد للشيخوخه، ما بيخليش جلدك يكرمش، وشك يعجل، كمان بيحسن عمليه الهضم جدا جدا جدا، وبيساعد ان عمليه الشبع تكون اطول. يعني ما بتشربي شاي اخضر من غير سكر هو طعمه مر مضايقك، فانت ما تفكريش في الاكل، بتفكري في المراره دي ازاي تخلصي منها بسرعه. فاشربوا شاي اخضر لما تحسي انك جعانه، اشربي شاي اخضر. كمان الشاي الاخضر بيطرد الميه الزياده في الجسم. لو انت جسمك فيه ميه كتير قوي، مع الوقت الشاي الاخضر بيطرد الميه الزياده. هتخشي حمام، لاحظي كده وقت ما بتشربي الشاي الاخضر بتخشي الحمام كتير، فيه مضر للبول، طول الوقت داخله التواليت، فدي حاجه كويسه انك بتخرجي كل الميه الزياده من جسمك. انا بقى لما كنت بخرج بره كنت بطلب ايه، كنت بطلب اسبريسو او القهوه السوداء، جدا بتديكي طاقه فظيعه فظيعه، وبتحسسك بالشبع في فتره طويله، وكمان بتحسن مودك. يعني الوقت يبقى فيه عندنا رجيم مودنا بيبقى وحش وعصبي ومتضايقين ومش عارفه ايه، دي حلوه جدا لو انت خارجه بقى، ولازم تشربي وانت خارجه بقى قاعده مع ناس، ما ينفعش حاجه للناس عشاق المياه الغازيه مش قادرين يبطلوها، بس الحمد لله ربنا نعم عليا وبطلتها. عقبالكم يا رب ان شاء الله بطلوها نهائي. بس انا الوقت اللي كنت ببطلها فيه تدريجيا، كنت بروح اجيب صودا من عند العطار واعمل عصير ليمون عندي في البيت، لاني كنت بحب الليمون قوي، او اي عصير بتحبيه، وكنت بحط عليه الصودا. والله بتبقى زي المياه الغازيه بالظبط اللي بتشتروها من المحل. فما تضيعيش وقتك وتقعدي بقى تشربي حاجات وتعملي حاجات وتقولي انا هبطل ازاي واعمل ازاي، كل حاجه متاحه بالظبط، بس جربي وخدي كده خطوه كده. واخر حاجه بطلتها هي مشروبات الطاقه. مشروبات الطاقه سعراتها عاليه جدا 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 فوق ما انتم متخيلين. انا كنت بشرب مشروبات الطاقه ساعه ما بيكون عندي امتحان، عندي حاجه اعملها، عندي رايحه يعني عايزه اسهر، ايا كان كنت عايزه ايه، كنت على طول مشروبات الطاقه. بطلتها بجد، فرقت جدا صدقوني. لو مشيتوا على الحاجات اللي انا بقول عليها دي، يعني على مدار الاسبوع كده قسمي، انا هشرب النهارده طماطم، النهارده بكره هشرب شاي اخضر، بعده هشرب الميه كتير، هزود الميه كوبايتين زياده كمان شويه. كل اسبوع تعملي حاجه، والله العظيم بجد هيفرق في شكلك وبشرتك، وهيفرق في حاجات كتير قوي. اشوفك بقى على خير الفيديو الجاي. ما تنسيش تعملي لايك للفيديو، اشتراك في القناه، فعلي الجرس عشان يوصلك اي فيديو جديد. انا مين؟ انا ياسمين، وهستناكي الفيديو الجاي. باي باي.